هنا عندي العجينه خلاص حلوه مظبوطه. هنعمل ايه في المرحله دي؟ هنلم العجينه كده. اتمنى تعملوا لي متابعه للقناه ان شاء الله عشان انزل لكم حاجات جديده ويوصل لكم ان شاء الله كل جديد. بفرح قوي بالناس اللي بتعمل لي كومنتات والله، برغم ان هم لسه يعني شويه مش كتار، بس والله بفرح جدا، بيشجعوني ان انا انزل فيديوهات تاني. تنسونيش باللايك علشان حتى قناتي تتشاف واكبر بيكم باذن الله. كده انا جبت شويه ميه كده على الوش، وكده انا هغطيها واسيبها حوالي نص ساعه او ربع ساعه على حسب ما العجينه بتاعتي تتضاعف وتزيد كده حتى ايه لغايه اخر المجور. هغطيها زي كده واي فوط عندي او اي حاجه واغطيها واسيبها لغايه ما تخمر. دلوقتي هنروح نعمل ايه؟ هنعمل التدفين في المقارص وتكون دي خمرت معايا ان شاء الله. تعالوا نعمل التدفين والمقارص. جبنا هنا حبايبي التدفين او الرده، عشان في ناس بتقول عليها تدفين وفي ناس بتقول عليها رد. لو مش متوفره عندك ممكن تجيبيها من عند العطار، في منها الرده او الرده اللي خشنه والرده الناعمه. دي الرده الناعمه دي بتطلع من بعد ما احنا بنطحن الدقيق، فبتطلع لنا شويه الرده دول اللي بنستخدموهم على المقارص اللي هي ايه بنحط عليها ايه العيش. فانت لو مش متوفره معاكي عادي ممكن تجيبيها من عند العطار، تقولي له انا عايزه رده ناعمه وتعملي كده. لو ما عندكيش المقارص برده ما فيش مشكله، ممكن تجيبي الصواني الالومنيا اللي عندك وتحط عليها شويه الرده او شويه التدفين